مرحبا بكم في الزوار ديال قناة زينب التريمي. اليوم قررت انني نشارك معكم واحد الوصفه اللي دكها ليا 100% بطريقه زوينه ما نعاودش لكم عليها. هو البداز الدكالي المغربي الحر على حقه طريقه. الطريقه هي هذه، راها موضحه في الفيديو كيفاش كتخدموا به كترجعوه على شكل كسكس حبيبات. يعني كتبقى اختاروا غير السمك، يا اما بغيتو غليظ ولا متوسط اولا رقيق، بهذه الطريقه حتى كتحصلوا على المكون ديالكم. كل مره كتلوحوا الماء كتلوحوا فيه ماء مملح، ما بغيتوش يعني كتكتفيو بالماء فقط. بالماء فقط حتى كتحصلوا على الشكل ديالكم اللي قلت لكم. اما بالنسبه شنو تيدار معاه، راه كيدار معاه الدجاج، كيدار مع اللحم الغنمي ولا البقري، وكيدار معاه حتى اللحم والقديد، ولكن داكشي كيبقى اختياري على حسب الرغبه. ولكن الطريقه الدكاليه كيدار معاه اللحم والقديد، راه كيجي واعر ما نعاودش لكم عليه. اما بالنسبه للمرق ديالكم المرافق للكسكسو طبعا فهو نفسه ديال الكسكسو العادي، هو هذا نفسه غير طريقه ديال الفتيل لهاد الكسكس. هاد النوع من الكسكس بداز كيخاصو يدار بهاد الطريقه هذه سهله وبسيطه. اما بالنسبه للقديد فهو غادي نحطو لكم في اول تعليق، غنحط لكم الطريقه ديال القديد اللي بنينه وزوينه وكتعطي مذاق الروعه الروعه. واللي دخل اول مره القناه ديالي يدخل يشترك بها ويفعل الجرس، غنبقى ديما نحط لكم الجديد المفيد. باي باي.